ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ طبعا انا عارف ان انا بقالي فتره يعني ما بعملش فيديوهات وكده، بس طبعا يعني حبيت لما ارجع لكم ولما اكون بعمل فيديو يبقى بقول حاجه، يعني بتكلم مش مجرد بطلع خلاص لمجرد ان انا ابقى متواجد. عموما النهارده هنتكلم عن فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، الفيلم اللي المفروض مقرر إن هو ينزل في العيد الكبير. طبعا بعد ما شفت التريلر أقول لكم طبعا عن رأيي الشخصي في فيلم البعبع بعد ما شفت التريلر بتاعه، واقول لكم مين اللي هيمثله وكل الكلام ده. بس قبل ما نخش وقبل ما نعرف وقبل اي حاجه لازم نعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشترك على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وفولو على تيك توك. ويلا بينا بقى نعرف ايه هو ومين هم اللي بيشتغلوا في فيلم البعبع. تمام، بصوا فيلم البعبع هو من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، عمرو عمرة، ومن تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج حسين المنباوي. ايه اللي ممكن من وجهة نظري، بصوا انا شفت التريلر وكل حاجة، بس ايه اللي ممكن يخليني مش هقول متحمس للفيلم؟ لان انا بصراحة حسين المنباوي اللي هو المخرج، انا بالنسبة لي هو عمل مسلسلات حلوة. يعني انا مسلسل جزيرة غمام انا مشوفتوش بس سمعت كلام ان هو حلو. الفتوة حلو بس مش لكل الناس. عمل المسلسل بتاع لمس اكتاف بتاع ياسر جلال، مسلسل اندر ريتد جدا وحلو الصراحة. واخر مسلسلاته مع امير كرارة سوق الكانتو اللي ما نجحش خالص. ف يعني مش عارف، هو الفيلم ده ومن تأليف إيهاب بليبل اللي عمل مسلسل كشف مستعجل السنة دي وكان مسلسل حلو. السنة اللي قبليها كان عمل لنا السنة اللي فاتت يعني مسلسل مكتوب عليها، كان مسلسل جميل جدا ولذيذ. وفي نفس السنة برضو بتاعت 2022 عمل لنا فيلم حامل اللقب بتاع هشام ماجد. فعموما اللي يخليني متشوق، او مش هقول متشوق، بس اللي يخليني عايز اتفرج على الفيلم يبقى عندي فضول، بس مجرد ان انا اطلع اتكلم عليه واقول لكم ايه هو رايي فيه. بس عموما مش عارف، يعني انا امير كرارة من ساعه مسلسل الاختيار ومن ساعه فيلم يعني فيلم كازابلانكا واخر فيلم يعمله، وعلى عكس ناس كتيره، في ناس ما بتحبش كازابلانكا، انا بحب الفيلم ده جدا الصراحه، على عكس حرب كرموز اللي هو مش احسن حاجه يعني. بس عموما السؤال الأهم، هل أمير كرارة يقدر يعمل شغل حلو ويقدر يعمل فيلم كويس من غير بيتر ميمي؟ لأن هو بيتر ميمي هم ثنائي بيعملوا أفلام حلوة ومسلسلات حلوة وكل حاجة. بس حسين المنباوي عمل إيه طيب؟ أفلام عمل ليلة هنا وسرور، فيلم عمهم، بس يعني ده تاريخه في السينما يعني. بس انا اللي يخليني عايز اتفرج على الفيلم اشوف ايه الدنيا ايه النظام واطلع اقول لكم رايي طبعا الشخصي لما الفيلم ينزل يعني ان شاء الله. وعموما انا في العيد ده هيبقى طبعا في افلام نازله، بس انا بقول لكم من دلوقتي اهو مش كل الافلام هشوفها، مش كل الافلام هدخلها. في افلام الافلام اللي هي اللي يعني تستاهل الواحد يشوفها، بس ممكن يكون من ضمن الافلام اللي اشوفها واتكلم عليها هو الفيلم ده. فبس يعني حبيت اوضح لكم في الاخر اهم حاجه في الموضوع كله اللي انتوا تقولوا لي، هل انتوا متشوقين للفيلم ولا لا؟ هل شايفين اللي هو هتبقى دي العوده بتاعت امير كرارة في السينما، يعمل افلام حلوه ويبقى كومباك كويس ليه؟ قولوا لي طبعا في الكومنتس تحت. وفي الاخر لو عجبتكم الحلقه وعجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وفولو على تيك توك. باي باي.